السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تمريرة وركنية، أول ركنية في المقابلة لفائدة المنتخب الوطني. نفذت الركنية، ضربة رأسية خطيرة للمنتخب الوطني في المعترك. تغيير رأي في آخر المطاف، كرة في الجهة اليمنى، مرة أخرى تمريرة وتدخل الحارس، إنما هناك خطأ يقول الحكم ريد بوسن لفائدة ميكايل لاندرو حارس باريس سان جيرمان الفرنسي. ميكايل لاندرو من مواليد 1900 لفائدة المنتخب الوطني للجهة اليمنى. مروان الشماخ، مروان يمرر تمريرة، كانت فكرة جيدة. للاسف ما فهمش حجي اللي طلبها ليه في الامام، لكن الكره مشات ضايعه. فهاد الهجومات هادو يخليو الميدان. كرة عند لاعب بنزيما 20 سنة، هذا اللاعب ديال فريق تسديدة ديال فريق ليون. والركنية الأولى، التكافؤ على مستوى الركنيات لحد الآن. هذا بنزيما محاولة توغل ولكن تدخل ناجح للاعب عبد السلام ودو الخبرة. مقابلة بين المنتخبين الفرنسي، تسديدة ولكن تدخل الدفاع. غدا بين ايطاليا، تسديدة من حجي، فرصة لفائدة المنتخب الوطني والهدف. الهدف من لاعب حجي او لاعب سكيتيوي اللي سجل هدف. فرصة كانت تسديدة من اللاعب حجي، ومن بعد تمريرات كثيرة بين اللاعبين ديال المنتخب المغربي باش يهيئوا هذه الفرصة اللي تحولت لهدف ديال سكتيوي اللي يزكي كما تكلمنا على هذه الفتره هذه اللي تيعطي فيها واحد العطاء جيد في الفريق ديالو، هو تيسجل هدف. مع من بعد كما قلت تمريرات كثيره بين المنتخب المغربي اللي كانت جميله جدا. احسن سيناريو كنا تنتظروا هو هذا من المنتخب المغربي، هو اللي يفتح التسجيل. كان يقيد مشاهد مره اخرى. حجي يوسف يسدد، وكان يعقد لاعب يعني بالفلار كما كنقولوا، مصطفى ديال المهاجمين ديال الهدافين، كان هو السباق لارجاع الكره للشباك. اذا 1-0. يكون مصطفى يوسف حجي في افضل حالاته في المنتخب الوطني. شوف هنا بغى يلعب القضيه ديال الفيشلات فعلا، بغى يقول انا شاف الحارس خارج كما تكلمنا على الفتره هذه اللي فيها غير الجوقه الفرنسي على مستوى وسط الميدان. ان انطلاقه، شوف يوسف حجي، خطا، ضربه خطا لفائده المنتخب الوطني. حجي كما قلت كيمارسوا بالبطوله الفرنسيه. مروان الشماخ لاعب بوردو الفرنسي، لاعب ماكريلي، بالاضافه الى كونه رجل يعمل على تكسير الهجمات ديال الفرق. فرصه لفائده المنتخب الفرنسي والهدف. الهدف لفائده منتخب فرنسا، يسجل اللاعب سيدني غوفو. هديه لان المياغري تسرع، كان ياخذ الوقت ديالو باش يعطي تمريره، وكانت هذه بالنسبه لنا راه تنشوفوا كيفاش يتكلم مع بدر القادوري. نعم، تنتمنى باش يدرك الخطا فعلا المنتخب الوطني. اذا يستغلوا بشكل جيد شوف الكره، لان كان عنده الوقت والتمريره اللي بغى يعطيها ما تركزش عليها للاسف. ما كانش تدخل هذه الكره في هذا الوقت هذا، لان كان المنتخب المغربي في واحد الفتره اللي تيتميز فيها على المنتخب الفرنسي. نشاهد مره اخرى العمليه اللي عطات الهدف، كانت انطلاقه من لاعب نصري، كترتطم الكره بالرجل ديال احد المدافعين المغاربه وتنتهي بين الرجلين ديال اللاعب غوفو، اللاعب ليون اللي كيسجل الهدف ديال التعادل. هدف لمثل الان، تعود كره وفرصه لفائده المنتخب الوطني. كان بالامكان اضافه الهدف الثاني في وقت وجيز جدا. شفنا هديه ديالنا حنا، عطينا المنتخب الفرنسي باش يسجل، وهذه هديه ديال ايفرا عطاها الحجي اللي ضربها بلا ما يعاود يزيد بالكره. قال لي احسن باش يخلي الحارس ما يكونش. ليليان تورام فعلا شروط اكبر واقدم لاعب في التشكيله الفرنسيه، لاعب ليليان تورام، عنده هذه هو مسجل الهدف. خرجه اللي بغى يبعد الكره وسقط الكره مشات عند سيدني غوفو، تطمت بالرجل ديالو للاسف خطا. هذه اخطاء كتوقع فعلا. ماكيليلي يمرر، قلت التوغل بين المدافعين. فرصه لفائده المنتخب الوطني عند لاعب الشماخ، يمرر الجهه اليمنى عند لاعب حجي، او ضربه خطا لفائده المنتخب الوطني. مقابله لمرمى الحارس ميكايل لاندرو. نشاهد مره اخرى، كانت عرقله في حق اللاعب الشماخ. شوف تتمنوا شي هدف سفري ينفذ بطريقه جميله، ذكرتنا بالتسديدات اللي كان كينفذها اللاعب سفري عند لاعب فرانسوا كلير. يمرر
يمرر محاولة في المعترك، فرصة خطيرة لفائدة المنتخب الفرنسي. اللاعب كريم بنزيما، كريم يحاول مراوغة، تضيع الكرة للمنتخب الفرنسي لجيروم روتن. مشاهد التمريرة فعلا طلبها منه سكيتيوي على القائم الاول، هذاك الشيء بغى يلعبها. جيرمان جالاس يحاول التقاط الكرة بالراس، خطيرة، كانت خطيرة فعلا، كانت خطيرة. لو المسها لاعب كليرك هو اللي كان وراء الكرة، لو المسها ربما كان يسجل الهدف ديال الامتياز. مشاهد للمنتخب الفرنسي وبنتيجة تعادل. مصطفى رجع للمنتخب ورجع مع التجربة، لأن من بعد الذهاب ديالو من المغرب كيفعل اللاعب اللي تنعرفوا بهذوك التمريرات ديالو الذكية الصائبة. كيبحث المدرب ريمون دومينيك على اعطاء دماء جديدة للفريق. زاو الهدف الثاني، جميلة جدا الطريقة اللي تسجل بها الهدف عن طريق اللاعب سمير نصري اللي وجه له المهاجم انيلكا بالضربه ديال الراس، وجه له قذفه. وكيف تنعرفوا المؤهلات التقنيه ديال هذا اللاعب هذا نصري، كيفاش خدا الكره وجابها باش يضربها في القائم الايسر ديال المياغري اللي ما استطاعش باش ياخذ هذه الكره ويخرجها، وبذلك تسجل الهدف الثاني. هو الهدف الثاني ضد مجرى المقابله، ضد مجرى المقابله المنتخب المغربي كان غادي في واحد المستوى جيد، احسن بكثير من المنتخب الفرنسي. وشوف على الرغم من تواجد مجموعه كبيره من المدافعين المغاربه، فين هذاك الحركه كما تقول له جيست ديسيزيف اللي دار القرار النهائي دغيا ياخذوا بسرعه. انما المنتخب الوطني رد فعل، فرصه للمنتخب الوطني وسط حجي لاضافه الهدف الثاني. كره فرنسيه بالملاعب الرجال اليمنى ما كانش تسلل، فرصه لافاده المنتخب الوطني، فرصه والهدف. الله ما اجمله من هدف، يسجل المنتخب الوطني وتشتعل مدرجات. هذا ذكرني مصطفى الهدف اللي سجل البخاري الان بالهدف اللي كان سجل في تونس. كان قذفه قويه المنتخب التونسي، كان رائعه، كان سجلها بالراس امام تونس. امام طريقه نفس الطريقه، فعلا نفس الطريقه بافتتاح الرجل ديالو. نشاهد مره اخرى تمريره من الجهه اليمنى، تعادل منطقي. فريق المنتخب المغربي يلعب مقابله جيده لحد الان. شوف تمريره كانت مهيئه من اللاعب سفيان العلودي، خدا وقته، زاد وز عينيه، شاف التموضع ديال الزميل ديالو، عطاه كره في طبق من ذهب. نتمنى ان تكون بدايه لعوده موفقه، بدايه متجدده للاعب المختاري. تبقى دائما سمعة اللاعب المغربي في البطولة الفرنسية كبيرة جدا. إذا مصطفى في هذا الأثناء بالتعادل بهدفين لمثلهما تنتهي هذه المقابلة. أعتقد الكل غادي يكون مرتاح. موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال والقنوات الناقلة. يلتقي منتخب المغرب نظيره الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في ثاني مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022. وتأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور بعد أن أقصى منتخب البرتغال بالفوز عليه بنتيجة 1-0 مساء اليوم السبت على ملعب السمامة. ولحق المنتخب الفرنسي نظيره المغربي بعدما تغلب على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-1 اليوم على استاد البيت. ومن المقرر أن تقام مباراة المغرب وفرنسا يوم الأربعاء عند الساعة 9 مساء على استاد البيت. وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1 والكاس إكسترا 1. وقد تعلن قناة بي إن سبورت في الساعات المقبلة عن إذاعة المباراة عبر القناة المفتوحة في ظل خطتها لإذاعة 22 مباراة من البطولة دون تشفير، إلا أن المعلن في الوقت الحالي هو إذاعة المباراة المرتقب على القناة المشفرة. تجدر الإشارة إلى أن الفائز من مباراة المغرب وفرنسا سيلتقي في المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر الجاري